السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا بكل متابعين ومشاهدين قناة حلم المونديال في كل مكان. المغرب تحسم المعركة وتتأهل، وكندا تودع كأس العالم 2026 بعد مواجهة حبست الأنفاس. وصل المنتخب المغربي كتابة فصل جديد من تألقه في بطولة كأس العالم 2026 بعدما قدم عرضا قويا اتسم بالانضباط التكتيكي والشخصية الكبيرة ليحسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل عن جدارة واستحقاق على حساب المنتخب الكندي. ونجح أسود الأطلس في التعامل مع مختلف مجريات اللقاء بثقة وخبرة كبيرة، مؤكدين مرة أخرى أنهم أحد أبرز المنتخبات القادرة على المنافسة بقوة في البطولة، وسط فرحة عارمة للجماهير المغربية التي واصلت دعمها للفريق حتى صافرة النهاية. تعالوا مع بعض نشوف ملخص الشوط الأول، وهو بعنوان تكافؤ في النتيجة وأفضلية مغربية في الأداء. دخل المنتخبان اللقاء بحذر واضح منذ صافرة البداية، مع محاولات مغربية لبناء الهجمات بهدوء من الخلف بقيادة أشرف حكيمي، في حين اعتمد المنتخب الكندي على المرتدات السريعة لاستغلال المساحات. وفي الدقيقة 11 كاد المنتخب الكندي أن يفتتح التسجيل بعدما أطلق ألفونسو ديفيز تسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيسر للحارس ياسين بونو، قبل أن يستعد المنتخب المغربي سيطرته تدريجيا على منطقة الوسط بفضل التحركات المميزة لعز الدين أوناحي. وتعرض المنتخب المغربي لضربة مبكرة في الدقيقة 20 بعد إصابة إسماعيل سيباري ليغادر الملعب بعد دقيقتين، ويشارك سفيان رحيمي بدلا منه في تبديل اضطراري. واستمرت المحاولات من الجانبين، حيث ضغط المنتخب الكندي عبر عدة ركلات ركنية متتالية، لكن الدفاع المغربي تعامل معها بثبات، بينما رد بلال الخنوس بتسديدة قوية أبعدها الحارس الكندي إلى ركنية. وفي الدقيقة 39 شهدت المباراة توترا بين أشرف حكيمي وريتشي لاريا، ليتدخل الحكم ويمنح بطاقة صفراء لكل لاعب قبل أن يواصل المغرب ضغطه الهجومي. وكاد يوسف النصيري أن يمنح التقدم لمنتخب بلاده برأسية مرت أعلى العارضة بقليل. وأضاف الحكم 4 دقائق وقتا بدلا من الضائع. شهدت حصول عز الدين أوناحي على بطاقة صفراء قبل أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد أداء متوازن مع أفضلية نسبية للمنتخب المغربي. ومع بداية الشوط الثاني بدأ المنتخب المغربي بعقلية هجومية واضحة، فارضا سيطرته على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى، بينما تراجع المنتخب الكندي للدفاع مع الاعتماد على الهجمات المرتدة. وجاءت أفضلية أسود الأطلس في الدقيقة 58 عندما استغل سفيان رحيمي تمريرة متقنة من عز الدين أوناحي لينجح في ترجمتها إلى هدف منح المنتخب المغربي الأفضلية وسط فرحة كبيرة في المدرجات. وحاول المنتخب الكندي العودة إلى أجواء المباراة بإجراء عدة تغيرات هجومية، لكن الدفاع المغربي بقيادة نايف أكرد واصل تقديم أداء قويا وأغلق جميع المساحات أمام المنافس. وفي الدقيقة 72 وقف القائم إلى جانب المنتخب المغربي بعدما تصدى لتسديدة قوية من ألفونسو ديفيز قبل أن تتعقد مهمة المنتخب الكندي أكثر بعد حصول ريتشي لاريا على بطاقة حمراء إثر تدخل قوي ليكمل فريقه اللقاء ب10 لاعبين فقط. واستغل المنتخب المغربي النقص العددي وواصل فرض سيطرته على المباراة حتى نجح في تعزيز تقدمه قبل النهاية ليؤكد تفوقه ويحسم بطاقة التأهل عن جدارة. وأطلق الحكم صافرة النهاية معلنا انتصار المنتخب المغربي وتأهله إلى الدور المقبل بعد مباراة أظهر خلالها لاعبوه شخصية قوية وانضباطا تكتيكيا وروحا قتالية عالية. وفي النهاية أكد المنتخب المغربي من جديد أنه يملك كل المقومات لمواصلة رحلته المميزة في كأس العالم 2026
بعدما قدم مباراة ناضجة على المستويين الفني والتكتيكي، ويستحق إشادة الجماهير والمتابعين، ويمنح هذا الانتصار دفعة معنوية كبيرة لأسود الأطلس قبل المواجهة المقبلة، في ظل الطموحات الكبيرة بمواصلة كتابة التاريخ وإسعاد الجماهير المغربية التي تؤمن بقدرة منتخبها على الذهاب بعيدا في المونديال. ألف مليون مبروك للمنتخب المغربي، المنتخب العربي الأفريقي، وهارد لك للمنتخب الكندي، وحظ أوفر في الخطوات القادمة. ما تنسوش تضغطوا على اللايك والسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد من قناة حلم المونديال، في تغطية خاصة وحصرية لجميع مباريات كأس العالم 2026.